بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سلام الله عليكم أحبابي في الله، في هذا الدرس الجديد على قناتكم حلقة 981 فول 2. وهذا العرض الخاص بسكايب للتكلم مجانا لمدة شهر كامل. هذا العرض الذي قامت بإطلاقه مايكروسوفت التي تمتلك بطبيعة الحال سكايب. فإذا كنت تريد الاستفادة من هذا العرض ففقط تقوم بالدخول إلى هذه الصفحة، ثم تضغط على Get Your Free Month، الحصول على شهرك بالمجان. كما سوف تشاهدون نقوم بالضغط هنا، ثم بعد الضغط على هذا الخيار ننتظر حتى يتم تسجيل الدخول إلى صفحة بهذا الشكل. بطبيعة الحال إذا لم تقم بتسجيل الدخول إلى سكايب فسوف يطلب منك ذلك. وبعد الدخول إلى هذه الصفحة فكما سوف تشاهدون فالعرض ب$0، بالتالي عليك النزول أسفل ثم كتابة اسمك، ثم الاسم وثم الاسم العائلي، ثم التاريخ أو عنوانك، ثم عمرك، الرمز البريد الخاص بمنطقتك، وأيضا مدينتك، ثم الدولة، ثم تضغط على Next. طيب، بعد وضع البيانات سوف نضغط على التالي للدخول إلى صفحة أخرى. وبعد الدخول إلى صفحة أخرى فبطبيعة الحال سوف يطلب منكم ربط حسابكم بكارت فيزا، وأيضا ماستر كارد، باي بال، أي طريقة تريدها. بالنسبة لإخواننا الذين ليست لديهم لا كارد فيزا ولا باي بال ولا ماستر كارد، سوف أضع لكم رقم حسابي أسفل الفيديو، حسابين لاستعمالهما، واحد خاص بماستر كارد وواحد خاص بفيزا. سوف أضع لكم رابط أسفل الفيديو. أما إذا كنت تمتلك واحدة من هذه الحسابات فاختارها، فلن يتم اقتطاع أي شيء إلا إذا استمريت شهر آخر، الشهر المقبل مثلا إذا استمريت في نفس العرض فسوف يتم اقتطاع منه. أما في هذا الشهر فأطمئنكم لن يتم اقتطاع أي شيء. وسوف أشرح لكم كيف تخرجون وكيف تقوم بإلغاء الاشتراك بعد أن تستمرون في هذا العرض لمدة شهر، عرض مجاني كما ذكرت. بالتالي سوف تختار أي طريقة للدفع، ثم تضغط على Next. ليس طريقة دفع، ولكن على أساس ربط حسابك كما ذكرت من شروط مايكروسوفت في هذا العرض أن تربط حسابك بالفيزا أو باي بال إلى غير ذلك. فسوف يتم تجربة سحب $1، فلن يتم سحبه، فقط تحاول مايكروسوفت من خلال هذا الأمر أن تتأكد بأن الحساب فعلا شغال، حسابك البنكي أو الباي بال شغال. فسوف تحاول سحب $1 ولن يتم اقتطاعه. ثم عليك وضع مثلا هنا رقم البطاقة فيزا، الحساب البنكي، ثم اسم المرتبط بحساب البنكي، ثم الرقم وتاريخ انتهاء صلاحيتها. جميع الأشياء بالنسبة للإخوان الذين يريدون تجربة بحساب الشخصي فسوف أضع لكم الرابط أسفل الفيديو جميع المعلومات، ثم الكود الأمان الذي يظهر في آخر ظهر البطاقة، ثم تضغط على النيكس. إذا اخترت باي بال فسوف يطلب منك مباشرة تسجيل الدخول إلى حسابك باي بال، ثم بعد الضغط على النيكس خلاص تكون قد اشتركت في هذا العرض، ويمكن لك الاستفادة منه مجانا لمدة شهر كامل، وسوف نشرحه أحبابي في الله. طبعا بعد الضغط على النيكس سوف تظهر لك رسالة مبروك، تم التسجيل بنجاح، وتنتظر تقريبا نصف ساعة على ما أعتقد حتى تصلك رسالة من مايكروسوفت بأنه خلاص يمكن لك البدء بالاستفادة من هذا العرض. وكما سوف تشاهدون في حسابي على سكايب ف موندو سيل علي العالم بدون حدود إن صح التعبير لمدة مايس، واحد شهر كامل. كما سوف تشاهدون حصلت على شهر كامل، ويمكن لك البدء في الاستفادة والاتصال كما ذكرت. لكن الاتصال يكون عبر إلى مجموعة من الدول، والإخوان في المغرب يستطيعون الاستفادة من هذا العرض أكثر، لأنه قرأت أن هذا العرض صالح ل 63 دولة.
يعني يمكن لك التكلم إليها 63 يعني وليس 60. هناك 3 دول. هذه هي الدول أحبابي في الله بما فيه يعني المغرب. فإذا كان لديك يعني بالنسبة للاتصالات يعني الأرضية، بالنسبة للاتصالات يعني نحو الهواتف، فهناك فقط يعني 9 دول كما سوف تشاهدون. هذه الدول يعني بالنسبة للاتصالات الأرضية فتستطيع التكلم يعني كما ذكرت يعني شهر كامل إلى هذه الدول يعني بما فيها المغرب، وهناك 3 دول أخرى لا أعرف يعني ما هي. بالتالي فإذا كنت في بلد يعني عربي مثلا ولديك عائلة في هذه الدول يعني كما سوف تشاهدون، فيمكن لك يعني الاتصال إليهم، والإخوان في المغرب فسوف يستفيدون أكثر يعني من هذا العرض يعني، فتستطيعون التكلم مجانا لمدة شهر كامل لأي خط أرضي يا أحبابي في الله. طيب بعد أن تستفيد شهر كامل فعليك إلغاء الاشتراك حتى لا يتم اقتطاع منك الحين يعني شهر آخر. بالتالي فسوف يتم اقتطاع بطبيعة الحال مبلغ بعد الاستفادة من شهر كامل يعني، والدخول في شهر آخر خلاص يعني سوف يبدأ اقتطاع يعني المبلغ من حسابك الشخصي. بالتالي حتى لا يتم اقتطاع المبالغ أحبابي في الله فسوف تقوم بالدخول إلى هذه الصفحة. ثم بعد الدخول إلى هذه الصفحة سوف تقوم بتسجيل الدخول إلى حسابك يعني بالضغط هنا مباشرة. ثم بعد تسجيل الدخول إلى حسابك سوف تضغط على هذا الخيار. ثم بعد الضغط على هذا الخيار سوف تذهب إلى قائمة الإعدادات. سوف تظهر لك صفحة بهذا الشكل فيشرح لك طريقة إلغاء الحساب، إلغاء يعني الاشتراك. فتضغط على السيتنج يعني بهذا الشكل، ثم تضغط على هذا الخيار إغلاق يعني الاشتراك كما سوف تشاهدون بعد الضغط على السيتنج. وخلاص يعني تقوم بتأكيد رغبتك في الاشتراك. يتم إظهار معلومات حول الاشتراك الذي قمت بإلغائه، فسوف تظهر لك بعد إلغاء الاشتراك يعني صفحة بهذا الشكل، وكذا تكون قد قمت بإلغاء هذا الاشتراك. لكن يعني تقوم بهذا الأمر يعني بعد تقريبا 28 أو 27 يوما يعني من الاستفادة من هذا العرض، حتى لا يتم اقتطاع في الشهر المقبل يعني مباشرة المبالغ من حسابك. فهذا هو العرض. أتمنى أن قد أفادكم أحبابي في الله. الرابط سوف تجدونه أسفل الفيديو. شهر كامل من المكالمات المجانية. لا تنسى مشاركتي مع أصدقائكم حتى يستفيد الجميع، والضغط على اللايك للفيديو، وأيضا زيارتنا على موقعنا www.5.com والذين لا صحتين على الفيسبوك facebook.com/981 فول. أيضا لا تنسى الاشتراك في قناتي حتى يصلك دائما جديد الفيديوهات. في أمان الله.